الأخ نصر الدين سلمي، بالأمس القريب كنت تقف أمام القنصلية التونسية ببون تطالب بإسقاط الحكومة، واليوم نراك داخل القنصلية، ما الذي تغير؟ الحمد لله رب العالمين تغير الكثير. رحلة طاغية، معطيات كبيرة تغيرت على الأرض في البلاد. الحكومة تعيش تقريبا آخر أيامها، تلفظ أنفاسها. عقلية كاملة تغيرت، منظومة كاملة رحلت. الآن نحن أعتقد أنه مع قليل من الصبر وقليل من ثبات الجماهير في تونس، أعتقد أنه المسألة الآن مسألة وقت. الآن الشعب يزحف باتجاه بناء مؤسسات. الآن البلاد أصبحت ملك شعبها. الخطوات اللي قدمها الشعب لا يمكن أن يتراجع عنها، لا يمكن أن يتأخر، لا يتقهقر. إنجاز كبير، إنجاز عظيم. لابد أن نشكره في هذه اللحظة، في هذا الوقت، ونحن ندخل صفار ونأخذ حقوقنا، نتحصل حقوق المدنية ما تحصلناش عليها كجزافا. كان ثم قبل الحقوق هذه المدنية كان ثم شهداء في البلاد سقطوا، كان ثم ناس أرامل، كان ثم أمهات حرقت قلوبهم على أبنائهم. ما جتش الحقوق المدنية تحصلنا عليها هذه، ما جتش هكاك مجانا. جت بتضحيات كبيرة ياسر. نترحموا على الشهداء، نثنوا ونثمنوا ونشكروا شعبنا اللي يقف وقفة كبيرة أزاح فيها أحد أكبر عتاة الإجرام في العالم. ربما منظومة إجرام في تونس لم يشهدها العالم، ربما نادرا جدا. فالحمد لله رب العالمين على هذا الإنجاز الكبير. وإن شاء الله الشعب من حسن لأحسن، وإن شاء الله بلادنا من حسن لأحسن. ورب يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا حق القانوني خويا، هذا حق القانوني باش نتسلم. هذا حق دستوري كفله الدستور وكفلته المواثيق الدولية، ومن حقي كمواطن تونسي بعد أن ذهب عنا بن علي أن نتحصل على جواز سفر. فتح العيادي موجود في القنصلية التونسية ببون. نعم. لأول مرة على ما أعتقد. لأول مرة نعم. شنو إحساسك؟ وأنت قد وقفت من قبل تندد بالنظام وتطالب بإسقاط الحكومة بضع من 3 من هنا. طبعا أنا وقفت من قبل ولا زلت أطالب بإسقاط الحكومة، لأن الحكومة الموجودة حاليا لا تمثل الشعب، وهي دون رغبات هذا الشعب، وهي ليست مستأمنة على التحول الديمقراطي المستقبلي. فلا بد أن نظل هكذا يعني. ولكن بطبيعة الحال الآن الإنسان يشعر براحة كبيرة، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن عادت هذه المؤسسة إلى شعبها، أن تصالحت إلى حد الآن، إنجاز التعبير، أن تتصالح مع شعبها وتتصالح مع مواطنيها، وتصبح إدارة خارجة عن سلطة الحزب الحاكم وخارجة عن سلطة التجمع. الأخ محمد صالح محفوظ، كنا نشاهدك طوال السنوات الماضية تقف أمام القنصلية التونسية تطالب برحيل الحزب الحاكم والطاغية في تونس. اليوم تدخل القنصلية التونسية وتجلس مع القنصل العام، ما الذي تغير وما هو إحساسك؟ الحمد لله رب العالمين. الذي تغير هو أننا وإلى الآن لا نزال نقف حتى خارج القنصلية للمطالبة بحقوقنا، إن كانت هنالك بعض المطالب التي ينادي بها الشعب، وخاصة رحيل الحزب الدستوري أو التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكم نهائيا، وحتى في المؤسسات التي تمثل الدولة. الذي تغير هو أن الطاغية رحل. الذي تغير هو أن الشعب استلم زمام المبادرة، وأن هذا الشعب أعطى أو أخذ لنفسه جملة من الحقوق، من بينها وهي حقوق تعتبر بسيطة، وهي استلام جواز سفر. هذا الجواز الذي طالما حرمنا منه طيلة أكثر من 23 سنة، حرمنا من أن نستلم جواز سفر وأن نتمتع بأبسط حقوق مواطنة، وهو اليوم متوفر الحمد لله. كيف كان استقبال القنصل العام لكم؟
الواقع كان في مستوى المسؤولية. لقد عبر على أن هذا العهد هو غير العهد الذي ولى، أن علاقة القنصل علاقته باعتباره قنصل وباعتباره إدارة يمثل الدولة التونسية، عبر لأنها ستكون ليست كما كانت، وأن وأن المستقبل هو مستقبل للتواصل والحوار ويعني وليست القطيعة مع الجالية ومع كل من هو تونسي. شكرا. الأخ إبراهيم، أنت مواطن جزائري. نعم. ومع ذلك قدمت إلى القنصلية التونسية ببون، نجمش تفسر لنا سبب حضورك؟ والله صراحة أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي كل الإخوان اللي يشاهدون فينا الآن. هذه فرصة تاع العمر، أنا يعني نحتك بهذ الإخوة كثيرا ونعرفهم يعني واحد بواحد، فيعني لم تفوتني الفرصة باش نشوفهم هما يعني فرحانين في القنصلية التونسية، وأنا جيت هنا يعني خصيصا للمشاركة الفرحة تاعهم. الأخ سليم، قبل أسبوع تقريبا كنت واقف هنا قدام القنصلية، كنت طالب بإسقاط النظام والحكومة، وأنت الآن داخل القنصلية، شنو شعورك؟ شعوري لا يوصف. أنا سعيد جدا بما حققه شعبنا من انتصارات على الطاغية أولا، وأحيي شهدائنا الأبرار اللي أوصلونا لهالحالة هذه اللي هي متقدمة بشكل كبير، وأصبح الآن الإدارة تطالب من طرف الجالية بأن تكون تمثل الإدارة فقط. وهذا اليوم معناها جينا بشكل جماعي لاستخراج جواز سفر، ونتمنى إن شاء الله العودة السريعة لأهالينا في تونس. الأخ محمد العياري، مرحبا بك. نفس الشيء، أنت عندك مدة طويلة ما رجعتش تونس، وشاركت في أكثر من تظاهرة أو مظاهرة ضد السلطة القائمة في تونس. اليوم نشاهدك داخل القنصلية، شنو إحساسك؟ والله إحساسي اليوم نهار كبير، نهار كبير ياسر اليوم، وإحنا فرحانين، استقبلونا استقبال باهي، وباش ناخذوا باسبوراتنا اليوم، وإن شاء الله السبت الجاي يكون في تونس بإذن الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. السيد المنجي، بالأمس القريب كنت تقف أمام القنصلية التونسية تطالب بإسقاط النظام والحكومة، واليوم نراك داخل القنصلية، ما الذي تغير وما هو إحساسك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الموصول لصاحب الحوار نات حفظه الله. شعور لا يوصف، لحظة تاريخية في محطة المهجرين. نحمد الله أن من على هذه الشريحة الواسعة من الشعب التونسي بالفرج. نحن سعداء بتواجدنا في السفارة التونسية اللي هي حق من حقوق كل تونسي، لكن للأسف النظام البائد يعني كان حارم منها شريحة واسعة. إن شاء الله الاستقبال كان جيد، الأجواء كانت منعشة، الظروف كانت طيبة، تعاون كامل من كل العمال والموظفين بالسفارة. فنحمد الله الذي من علينا بهذا الفتح المبين وهذا النصر المؤزر على كل قوى الشر في تونس، وإن شاء الله المستقبل خير للتوانسة جميعا، وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يبدلنا دولة حرة ديمقراطية يتناعم فيها كل التوانسة بكل الظروف الطيبة، وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كمواطن تونسي منير بالبرني سويل من هذا المكان نحيي الشهداء، نحيي الشعب التونسي، نحيي شهداء القصرين، نحيي شهداء تالا، شهداء سيدي بوزيد، شهداء تونس الكل، والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ثم للشعب، لا أحزاب ولا تزمير ولا ثم حد شيء، ثم كان ربي وثم الشعب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاج أحمد الخليفي، أنت كنت ولا زلت معارض للنظام التونسي، وكنت بالأمس القريب قدام السفارة، قدام القنصلية التونسية ببون، تطالب بإسقاط النظام وإسقاط الحكومة التونسية. اليوم أنت داخل القنصلية، تنجم توصف لنا شنو اللي تغير وشنو شعورك؟ أنا الحقيقة بالنسبة للنظام من سنة 87 في 7 نوفمبر عندما سمعت بالانقلاب الأبيض، كان تفكيري وكان إحساسي بأن البلاد ماشية للهاوية،
وذكرتني أخي القاضي بارك الله فيك، كنت تقابلت مع أخونا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخونا ذكرني فيه أنت، اللي كان هو وأخونا راشد الغنوشي عبد الفتاح مورو. تقابلنا في مسجد فوبرتال بعد صلاة المغرب، وجلسنا مع بعضنا 3 توانسة هو ربعنا. قلت أخي عبد الفتاح، قال نعم. قلت الراجل هذا ما نخلوش ليه فرصة. قال لي يا أخي أحمد، قلت نعم. قال لي لابد نعطوه فرصة لو الراجل ما كانش المسؤولية في يده. قلت أخي عبد الفتاح سيأتي يوم، وفعلا تتذكر هذه الكلمات ونحن أنا موجودين في مسجد فوبرتال. قال لي نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. حقيقة هالسنوات العجاف اللي مروا علينا بالنسبة لي بالخصوص وبالنسبة لعامة الشعب التونسي أيام عصيبة وسنوات انعجاف مثل ما قلت لك، لأن الراجل لم يعدل في البلاد ولم يعطي حق المواطن التونسي. وكذلك عندما سمعت أخرجت مرار المرار في مظاهرات ضد هذا الراجل ونظامه والداخلية علمهم بطبيعة الحال. وأخيرا عندما أردت أن أرجع لبلدي تونس الحبيبة وطلبت جوازي، منعوني سنوات. يقول جوازي هو من سنة 92 إلى سنة 2008 أعطوني جوازي نقدر نقول بعناء شديد. عندما نقف مثل ما كرمت وسألتني أمام القنصلية التونسية أو أمام السفارة التونسية، أنا أعتبر بأن القنصلية التونسية والسفارة التونسية هذه وكر للمخابرات التونسية اللي فعلها وكونها بن علي. على هذا واجب علي، يملي علي ضميري، تملي علي وطنيتي، ويملي علي واجبي أن نقوم ضد هذه العصابة. ولله الحمد أمس كنت واقف أمام السفارة أمام القنصلية وتظاهر ضدهم. بطبيعة الحال أنا ما لا أتظاهر ضد القنصل بالذات أو ضد نائبه بالذات، ولكن أنا أتظاهر ضد النظام عامة وأفكاره وضد إيديولوجية النظام برمتها من بدايتها إلى نهايتها. واليوم أنا داخل القنصلية ولله الحمد والمنة شعوري كشعور أي تونسي كان مظلوما، والآن أردت أن أخذ حقوقي وإخواني كذلك نساعدهم أن يأخذوا حقوقهم. ورأينا ولله الحمد الآن من الموظفين في القنصلية شيء طيب، وفي آن واحد ساعدونا كلنا، وهذا هو الواجب اللي واجب عليهم كانوا قبل لابد أن يطبقوه، لكن الآن بدوا فيه، وإن شاء الله على كل يواصلوا في هذا. وكذلك أنا أنذكرهم إذا كان هم الآن يسمعوا فيا أو يجيهم الخبر من أي شخص كان، لا تتبعوا خطوات هذا الحزب الذي دمر تونس. وكذلك أؤكد على أعوان الظالم بن علي مثل فؤاد المبزع ومثل محمد الغنوشي ومثل وزير الداخلية وأمثاله أن يرتحلوا فورا على تونس ويتركوا هذا الشعب بنفسه هو الذي يقرر مصيره بيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.